السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، ومنها نعمة النسيان. لأن تخيل كده لو إنك تقدر تفتكر كل حاجة حصلت في حياتك، من أول يوم دخلت الحضانة لحد آخر مرة زعلت فيها من حد، كل كلمة وكل مشهد وكل إحساس. يا ترى حياتك هتبقى عاملة إزاي؟ النهاردة هنجاوب على سؤال مهم جدا ممكن يجي في بالك: ايه اللي هيحصل للإنسان لو ما كانش بينسى أي حاجة أبدا؟ بس في الأول ياريت تعمل اشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلك كل جديد. العلماء بيقولوا إن النسيان مش ضعف في الذاكرة، ده جزء أساسي من طريقة عمل المخ. الذكريات عندنا متخزنة جوه خلايا اسمها إنجرام سيلز، ودي زي ملفات صغيرة بتخزن كل لحظة عشناها. بس لما ننسى حاجة من الذكريات دي مش معناها انها اختفت، ولكنها لسه موجودة بس اتقفلت او بقت صعب الوصول ليها. وده بيساعد المخ يفرق بين المهم واللي مش مهم. دراسات تمت في جامعات زي ستانفورد وMIT اثبتت ان الدماغ لما ينسى هو في الحقيقة بيعمل عملية تنظيف عن طريق إضعاف الذكريات الغير مهمة، وبالتالي يقل الجهد عند استدعاء ما هو مهم علشان يقدر يركز أكتر ويشتغل بكفاءة أعلى. وفي مراجعة علمية كبيرة بتقول إن النسيان يخدم 3 وظائف رئيسية. أول حاجة تنظيم العواطف، أي إننا بنتخلص من ذكريات مؤلمة أو غير مفيدة. تاني حاجة اكتساب المعرفة من خلال تبسيط الذكريات وتحويلها إلى عناوين بدلا من التفاصيل الزائدة. تالت حاجة التكيف مع المحيط، بمعنى أن الذكريات تكون في تحديث مستمر وملائمة للظروف الحالية. يعني النسيان مش مشكلة زي ما احنا متصورين، بالعكس ده بيزود ذكاء الإنسان. في الأول نعرف إزاي بيتم النسيان. العلماء عملوا دراسة على الذاكرة البصرية واكتشفوا إننا بننسى بشكل نشط عن طريق حاجة اسمها إشارة النسيان أو الفورجيتنج كيو. بمعنى إن المخ لما بيلاقي ذكريات غير مهمة أو مؤلمة بيدي إشارة اسمها انسى هذا أو دايركتد فورجيتنج، عشان يحسن جودة الذكريات، علشان بعد كده لما تحاول تتذكر شيء تكون الذكريات المؤلمة أو الغير مهمة مخفية، وبالتالي تتذكر بس الذكريات المريحة اللي مش هتأثر على حياتك. وسبحان الله، العلماء وجدوا أن نشاط الدماغ في معالجة النسيان بيكون بنسبة متوسطة، مش ضعيف جدا ولا قوي جدا، عشان النسبة المعتدلة دي بتؤدي إلى نسيان أفضل، لأنه لو ضعيف مش هتنسى كل الذكريات المؤلمة، ولو قوي ممكن تنسى أساسا شخصيتك. وحتى النوم بيلعب دور مهم في حماية الذكريات القديمة لما تتعلم معلومات جديدة، لأن الدماغ بيشتغل أثناء النوم لإعادة تنظيم الشبكات العصبية، وبالتالي بيخلي الذكريات المهمة تتثبت والذكريات القديمة تتفلتر أو تضعف. نيجي بقى للسؤال محور موضوعنا: لو الإنسان ما كانش بينسى أبدا إيه اللي ممكن يحصل؟ من الناحية النظرية هيكون فيه شوية فوائد، زي أولا ذاكرة فائقة، يعني ممكن يحتفظ بالمعلومات بدقة كبيرة هتخليه يستدعي تجارب ومواقف من عشرات السنين بدون فقدان. تاني حاجة تفوق أكاديمي أو مهني، لأنه ما بينساش وبالتالي هيقدر يتعلم ويستوعب تفاصيل دقيقة ويستفيد منها. تالت حاجة قدرات إبداعية قوية، وده بفضل تراكم الخبرات بدون فقدان، وبالتالي هيبدع في الربط بين تجارب متعددة. لكن الدنيا مش هتكون وردي كده، دي هتكون في كوارث هتحصل. تعال نتعرف عليها. أولا
الإنسان هيعيش في دوامة من الذكريات اللي مش بتخلص. كل كلمة وجعته، كل خيانة، كل موقف محرج هتفضل محفورة جواه كأنها بتحصل كل يوم، وده مع الوقت ممكن يسبب توتر واكتئاب وقلق دائم. تاني حاجة من الناحية العلمية، المخ هيتعب جدا لأنه هيحاول يعالج مليارات التفاصيل في نفس الوقت، وده بيسموه الإرهاق المعرفي أو cognitive overload. تالت حاجة، هيحصل انخفاض في الكفاءة المعرفية، لأن جزء كبير من الموارد العصبية هيكون مشغول بتفاصيل مش مهمة، يعني مش هيقدر يميز بين المهم وبين التافه، وبالتالي التذكر السريع أو اتخاذ القرار هيتأخر أو يصبح أقل مرونة. رابع حاجة، هيحصل صعوبة في التكيف والتحديث، بمعنى النسيان يسمح للدماغ أن يحدث المعلومات القديمة ويركز على ما هو مهم في الحاضر والمستقبل. بدون النسيان هيبقى الشخص متعلق بمعلومات قديمة أو غير ملائمة، اللي هيؤدي إلى قدرة أقل على التكيف مع ظروف حياته المتغيرة. مثلا وانت صغير كنت فاكر ان اللي بيصنع البيضة هو البقال اللي بتشتريها منه، لكن بعد كده اتعلمت ان البيضة بتيجي من الفرخة، فتخيل المعلومتين دول هيبقوا في دماغك مش عارف مين فيهم اللي صح. خامس حاجة، هيحصل تداخل في الذكريات والمعلومات اللي هيؤدي لصعوبة في استرجاع الذكريات الهامة. وفي بحث لجامعة ستانفورد أثبتت إن نسيان الذكريات غير المهمة بيسهل عملية التذكر، لأن ببساطة هيبقى فيه زحمة في المعلومات. سادس حاجة، العلاقات الإنسانية هتتأثر، لأن التسامح محتاج شوية نسيان. لو عمرك ما نسيت الإساءة مش هتعرف تسامح ولا تبدأ من جديد. النسيان مش عيب ولا ضعف، بالعكس دي طريقة مهمة لتطوير الدماغ، لأن لو تخيلنا أن الإنسان ما بينساش أبدا ممكن يجي في بالك أن الحياة هتكون مثالية من ناحية المعلومات، لكنها من ناحية تانية هتكون مجهدة وغير مريحة على المستوى النفسي والمعرفي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلى عندنا توازن بين القدرة على تذكر الحاجات المهمة والقدرة على إسقاط القديم أو غير المفيد. دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان نقدر نكمل ونعيش بسلام، وإلا كنا هنغرق في تفاصيل الماضي ونفقد طعم الحاضر. في المرة الجاية لما تنسى حاجة ما تزعلش وتلوم نفسك، بالعكس ابتسم وقول لنفسك مخي بيحميني. إن شاء الله يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلك كل فيديو جديد بننزله. سلام عليكم.